السلام عليكم ورحمة الله. هعمل معاكم النهاردة الكبدة بالردة بطريقة سهلة جدا وجميلة، أحلى وأنضف من بتاعة المحلات، ومش ناشفة منك ولا فيها ريحة زفارة ولا شاربة منك زيت. أول حاجة أنا لما جبت الكبدة دي أنا عصرت عليها ليمونة. بعد كده هحضر التتبيلة دلوقتي معاكم، وهحط فيها التوابل اللي هي ملح وفلفل اسود عشان الزفارة بتاعة الكبدة، وكمون وكزبرة وبودرة بصل، وربع فنجان خل، وهحط نص معلقة توم فريش وعصير ليمونة. يعني انا عصرت على الكبدة دي ليمونة اول ما جبتها، وادي دلوقتي هعصر معاكم عصير ليمونة وانا بعمل التتبيلة. اول حاجة هضيف ربع فنجان الخل، وهنزل بالليمونة، عصير الليمونة، التوم الفريش، يا تحط توم فريش يا تحط توم بودر اللي بتفضليه. انا بحب التوم الفريش. هحط حوالي نص معلقة صغيرة توم، والتتبيلة بتاعتي التوابل بتاعتي هحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة ومعلقة بودرة بصل. هقلب التتبيلة وهنزل بالكبدة بتاعتي. هخلي الراجل وهو بيقطعها يخلي تقطيعتها وسط، وخليها ما تطلعش رقيقة قوي ولا تخينة عشان ما تنشفش مننا واحنا بنعملها. هبتدي ان انا اقلبهم كويس في التتبيلة. انا مش عارفة اقلبها بالمعلقة، هقلبها بايديا عشان ما تتقطعش مننا الكبدة، عشان الكبدة الخفيفة اللي متقطعة خفيفة اتقطعت وانا بتبلها. بعد كده بعد ما اخلص التتبيلة في الكبدة انا هسيبها في التلاجة حوالي ساعة تشرب من التتبيلة بتاعتها كويس. وهبتدي احضر الغلاف الخارجي للكبدة، ردة، وهحط على الردة دي دقيق، معلقتين كبار دقيق عشان يفتح لون الردة، عشان الردة ما تغمقش مني الكبدة. وهحط كمان معلقة كبيرة نشا علشان تدي الكبدة تكون الطبقة الخارجية بتاعتها مقرمشة. الكبدة بتاعتي هتكون طرية من جوه ومقرمشة من بره. هقلب الردة مع الدقيق كويس، وهبتدي ان انا احط الكبدة في قلب الردة، وكل قطعة كبدة انا هاخدها هتأكد ان انا بحطتها في الردة وضغطت عليها كويس. اهم حاجة نضغط الردة كويس قوي على الكبدة عشان الطبقة ما تبعدش عن الكبدة وتفك منها وتتقطع يعني وتقع. كل طبقة انا هقعد اتكة بايدي كده على الكبدة واتأكد ان الردة مسكت خالص في الكبدة. وبعد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها انا هسيب الكبدة في قلب الرد حوالي 5 دقايق او 10 دقايق في التلاجة تاني، علشان خاطر اتأكد ان الطبقة الخارجية مسكت في قلب الكبدة ومش هتفك مني في قلب الزيت. هي برضو كده مش هتفك بس زيادة اطمئناني. بتأكد ان كل حتة في الكبدة وصل لها الردة. شايفين بتك عليها ازاي؟ خلصت الكمية بتاعتي كلها وهسيبها ترتاح 10 دقايق كده او 5 دقايق. وبعد كده هحطها في زيت يكون الزيت سخن، وبعد كده هحطه على نار هادية. اول قطعة انا حطيتها ما كانتش النار عالية قوي عليها، فهسيبها الاول ما النار تسخن، وبعد كده هنزل القطعة التانية. الكبدة مش هتقعد كتير على النار، انا هعيني عليها على طول، واول ما تاخد لون على نار متوسطة هقلب على طول الناحية التانية. مش هسيبها على النار كتير عشان ما تنشفش مننا. شايفين اول ما تبتدي تاخد لون انا هقلبها على طول عشان تاخد على نار متوسطة كده. هتقرمش من بره وهتكون طرية من جوه، لكن لما تعمليها على نار عالية هتتحرق من بره وهتكون لسه نية من جوه. هي الكبدة اصلا ما بتاخدش وقت خالص على النار، تقريبا دقيقة او دقيقتين على كل طبقة. شايفين طرية ازاي؟ شايفين الكبدة طرية؟ هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها، مش شاربة زيت خالص. الطبقة اللي من بره ما سابتش الكبدة وطعمها حلو جدا جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، والسلام عليكم.